كنت متخيلة في صور ليهم مع بعض حاطط ايده على كتفها. انا كنت متخيلة ان الحضن ده او المكان ده بتاعي انا بس، فاهمني؟ مأمن له على نفسك، عارف اللي هو فعلا مأمن له على نفسك. بعت له مسج بقول له فيها يعني وجعت قلبي وجع عمري ما هنساه، مش هنساه في حياتي. انت ازاي قدرت تعمل كده فيا؟ انا بعت كل حاجة علشانك عشان خاطره يعني. فاللي هو طب كنت بحب واحد 3 سنين، يعني عارف اللي هو حب من ما اي حد يتوقعه. يعني حاربت اهلي كتير قوي عشان خاطره، وكنت دايما واقفه ضدهم. هم شايفين حاجه انا مش شايفاها، وانا اقول لهم لا انتوا مالكم، انا اللي هعيش، انتوا مالكم. كان هو بيأجل حوار ان هو يجي يتقدم سنة عشان الجامعة عشان مش عارف ايه بتاع، وانا كنت بستنى احدد ميعاد في مرة مع اهلي وخلف بيه عشان خاطر هو معرفش عنده ايه ولا. فاهلي قالوا لي لا وسيبيه ومش عارف ايه ولازم تتخطبي. يعني اجبروني ان انا اتخطب واحد، اتخطبت غصب عني يعني من اجبار من اهلي وكده. فانا فركشت لسبب ما، يعني عشان ما كنتش بحبه. فركشت بعدها باسبوعين، يعني اتخطبت وفركشت بعدها باسبوعين. انا وهو رجعنا لبعض. في وقت ما انا كنت مخطوبه في واحده شيرت له بوست على الفيس تتكلم فيه عن النرجسيه والحاجات دي، فالبوست نزل على صفحته، حتى بقى شاف البوست فبعتهولي. فانا حاولت ان انا اوصل للبنت دي باي شكل، وصلت لها فعلا واتكلمت معاها، حاولت ان انا افهم مين دي وبتعمل ايه هنا وبتاع. حكيت لي عن واحد تاني خالص مش عنه. فتمام، انا ما قلتلاش ان انا تبعه اصلا، ده انا حاولت اتصاحب عليها. هي بتبيع خمارات، انا اتعرفت عليها فحاولت اتصاحب عليها. انا فركشت خطوبتي وانا وهو رجعنا بعد شقلبه كتير. هو اللي كان مش راضي ان هو يرجع لي عشان اتخطبت. فانا حاولت ان انا افهمه ان انا كان غصب عني ولا انا بحبه، وكنت بتحايل عليه كتير وكنت بقعد اعيط له. هو عادي ولا كان في اي حاجه خالص. دخلت يعني انا البنت دي كان بيبيع خمارات، فانا ساعتها كنت منتحره بسببه. كنت داخله في غيبوبه يومين، كنت واخده برشام يعني وكده، وكنت منتحره بسببه. انا من بعد الحوار ده انا حاولت ان انا اصلح علاقتي مع ربنا، فقلت كمان هلبس الزي الشرعي وهلبس خمار وكده، وهلبس مش عايزه البس كده. كلمتي؟ فانا كلمتها على الواتساب، انا عايزه الخمار اللون الفلاني واللون الفلاني، قابليني في محطه كوبري القبه هاخدهم منك. تمام، البنت قابلتني مفيش اي حاجه، تاخد منها الخمارات والحاجات دي. فبديها الفلوس وبقول لها على فكره وانا ماشيه بقى، على فكره انا كنت بتكلم بسببك في مره. بتقول لي بعد الشر عليكي ليه، انا عملت لك ايه؟ فهميني ان طب كلمت حد تبعك؟ قلت لها مين؟ فلان ده. فبوريها صورته على الموبايل ده. فبتقول لي فالبنت قعدت على كرسي كده بدات هي تترعش وشها يتغير. فبقول لها لو انت قصدك على ده فهو ده. بتقول لي ثواني انا هوريكي حاجه. فلقيتها بتفتح زي لوك كده عندها في الموبايل، قامت مورياني صورها هي وهو. فانا بدات ان انا ببص كده فبقلب فبعمل كده، خلاص انا مش فاهمه ايه ده. فانا مصدومه. كل اللي انا قلته لها هو انت تعرفيه من امتى؟ تقول لي احنا مرتبطين بقالنا سنتين. قلت لها، بتقول لي انت تعرفيه من امتى؟ قلت لها بقالنا 3 سنين، يعني ماشيين في الرابعه، في اوبشن سنتين وانا معاه، البنت دي معاه. انا كان ممكن مصدقهاش، بس المشكله ان انا شفت شتات بعيني، بنت صور وشتات. عايزه اقول لك يعني كان بيتقال لها كلام بطل يتقال لي. بطل ايه ده بجد؟ يعني عارف اللي هو بقى بيتقال لها كلام بطل يتقال لي. انا عارف اللي هو حتى لو كان جه برر لي، انا كان بالنسبه لي الموضوع هيبقى عادي، بس هو حتى ما جيش برر لي، ده كمان هو اللي زعلان من ده. فحاولت افهم منها طب ليه او كده. هو عارفها، اللي انا فهمته هو عارفها في فتره انا وهو كنا سايبين بعض. قبل ما اعرف الحوار ده بيوم، والدتي كنت بتخانق معاها عشانه. فبتقول لي والله ما بيحبك ولا هيحبك ولا عمره حبك. ممكن هي البنت كان رد فعلها ايه او قالت لك ايه؟ هي سكت، لان هي اصلا في فتره هم كانوا بيسيبوا بعض، فهي راحت ارتبطت اصلا. يعني هي فعارفه لو عايز تساله سؤال انت ليه عملت كده مع حد ده مش شايف غيرك،
الوحيد اللي حبك في يعني مفيش حد. وانا هقول لك على حاجه، مفيش حد في الدنيا. واجهتيه على طول اول ما عرفت الحوار؟ واجهتيه؟ واجهتش. هي البنت اللي راحت كلمته، هو جه بيزعق لي. يزعلك بقى؟ انت ازاي تقفشيني؟ ازاي هو اللي مش عاجبه، اللي هو جاي بيزعلي انت قلت لها ليه او كده. فاللي هو يعني انت اللي غلطان وهو اللي مش عاجبه، هو اللي قافل معايا كلام، هو اللي عمل لي بلوك. اللي هو لا، وبلاقي نفسه ان هو بيقول لا انا مش عايز ترجع ليه. انا يوم ما كنت بتخانق معاك او بنسيب بعض بتخطب، مش بمشي مع حد. اللي هو لا، فاهمني؟ الخير دي كسر جوايا ثقه في البني ادمين. تقول لاهلك انا لا، انا عايش معاه، هو انا مش عايش معاكم. يعني هو عندي اهم من ابويا واهم من اخويا واهم من صحابي. انا ما كنتش بنزل اشوف صحابي عشان ابقى قاعده في البيت. ما كانش بينزلني، ما كانش بيخليني اشوف صحابي. كان عنده انعدام ثقه في نفسه قبل ما يكون فيا اصلا. فانا فهمت ده كله بعد ما اكتشفت حوار. يعني كنت كل ده مش فاهمه حاجه. طب ليه؟ فحاسه ان حوار بعد السنين دي كلها، حاسه ان الموضوع ده صعب. عايزه تقولي له ايه؟ اقول له حاجه؟ هو اقل بكتير قوي من ان انا اقول له حاجه. ما كنتش عايزه اشوفك وحش مش اكتر. عايز تقولي حاجه تاني؟ لا والله شكرا، على خدت من وقتك انا كتير. لا والله ولا اي حاجه، يعني المهم ان انت ارتحتي شويه حتى. شويه. موافقه اللقاء ده ينزل؟ اه اللقاء ده لو نزل ما ينفعش يتمسح نهائي، خلي بالك. تمام كده اللقاء ده مش هيسبب لك اي حاجه؟ لا كده ما ذكرتش فيه اسامي حد. بس خلاص هو مفيش اسامي. ايوه بس ماشي. شكرا.